مشاهدين قناة العروبة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم استاد العروبة. زي ما تعودنا في استاد العروبة في البداية بنقول أخبار سريعة كده، وبعد كده فاصل في أهداف وبعض الحاجات الجميلة اللي احنا بنفكركم بكرة القدم يعني أو بالرياضة عموما، وبعدين بعديها بنستقبل الضيف الحلقة النهاردة. وطبعا الضيف أنا هقول على طول مش هتبقى مفاجأة، هي الدكتورة سحر عبد الحق رئيس نادي النصر. هنقول شوية أخبار وهي برضو هتبقى تشاركنا إن شاء الله في الأخبار، وخاصة إن الأخبار صعبة شوية. يعني في من ضمن الحاجات إن وزير الرياضة بيشكل لجنة أو قرار جديد بإعادة تعيين أو لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الرياضة في نادي أو إدارة النادي بمعنى صح الشمس والترسانة ونادي النصر اللي هي بترأسه الدكتورة سحر عبد الحق. قال اللي هو برضه هيحل أزمة، والأزمة دي طبعا لا يفتى ومالك في المدينة، فطبعا هنعرفه من الدكتورة سحر بعد قليل. يمكن من الأخبار السريعة الحقيقة إن المنتخب غينيا يرفض الإقامة في فندق الغردقة اللي هو في نفس الملعب أو نفس المكان اللي فيه المنتخب الوطني. وحضراتكم عارفين إن المباراة بين مصر وغينيا في آخر لقاء في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 هتكون في ملعب الغردقة أو ملعب الجونة. طبعا هيحلوا الموضوع دون سريعا وهيتنقلوا لفندق آخر. وزير الرياضة زي ما قلت لحضراتكم بشكل لجنة لمواجهة الأزمات الرياضية. أيضا في بعض الحاجات السريعة الحقيقة اللي أنا شايفها مثيرة للاهتمام بعض الشيء. اتحاد رؤوف اللي هو الاتحاد الليبي لأحمد رؤوف لاعب إنبي طبعا هيسافر بعد يومين لإكمال المشوار الاحترافي في اتحاد ليبيا. وطبعا انتوا عارفين ان احمد رؤوف كان لاعب نادي إنبي ثم انتقل الى الاتحاد الليبي لمواصله مشوار الاحتراف. ابو زيد يحسم ملفات زي ما قلت لحضراتكم انديه الشمس والترسانه والنصر بعد ذلك بعد اعلان اللائحه، وهنعرف من الدكتوره سحر الموضوع بالظبط بتفاصيله، خاصه اللي فيه كتير جدا بيقولوا اللي فيه تعنت من العمرو فاروق وزير الشباب او وزير الرياضه السابق ما قبل طاهر ابو زيد مع اداره نادي النصر. هنعرف الموضوع ده بالتفصيل مع الدكتورة سحر عبد الحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ومش هنقول اتهامات لكن هنقول على أرض الواقع أسئلة من حضراتكم، وعندي حاجات كتيرة جدا. وهبدأ بعديها إن شاء الله بخبر المرأة التي كسبت 5 رجالة الحقيقة وأصبحت أول رئيس نادي من الجنس الناعم. هنقوله بالتفصيل هذا الخبر لأنه كان 12. حاجة أخرى وهي إن شعراوي بينافس ميسي. ستيفن شعراوي زي ما حضراتكم عارفين هو لاعب الاي سي ميلان الايطالي وهو لاعب من اصول مصريه، وهيخش بقى في لعبه فيفا 2014 اللي هي اللعبه بتاعت اللي احنا بنلعبها دي على الجهاز، فده لاهميته والاول مره لاعب من اصل مصري يدخل هذه اللعبه العالميه مع ميسي وروني وغيره. جهاز المنتخب يطمئن على حجازي لاعب الفيرونتينا الايطالي بعد اصابته. ثم الخبر الأخير اللي أنا هختم بيه قبل الفاصل وهو أردوغان يشارك في عرض استضافة اسطنبول ل 2020 هي بطولة الألعاب الأولمبية، وهيترفضوا طبعا تركيا ما أعتقدش لأن فرصتها ضعيفة جدا في الاستضافة بالمقارنة بالدول الأخرى مثل أسبانيا. مش عايز أقول ليفربول آخر حاجة. ليفربول بيحبط محاولة الأرسنال لضم سويرز وهو اللاعب الكبير ب$50 مليون. أعزائي المشاهدين أنا عايز أطلع فاصل قصير ومعانا الدكتورة سحر هي مشرفانا، ومنتظر تليفوناتكم على الرقم 1754 من أي محمول أو 09000 ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا. Possibly bleak as this.
Tevez. Fabregas. Messi onside again. On for the hat-trick. There we go. Compagni liberi e poi può venire avanti ancora il Milan, potrebbe tirare Boateng, gol! Big Bang! Big Bang! Big Bang! Big Bang! Boateng! State seduti dove siete! Permetterebbe al Chelsea di andare in finale. Достаточно расти. Хаут, удар по воротам. Гол! Бог ты мой! Вот это удар по воротам! Вот это Колешник, а!